اكيد ليهم عيون بينا. الحقني يا باشا. انتي ده انت جيتي القضاكي بتضحكي علينا يا بت. علي، ما ينفعش كده، مش عاوزين حد يحس بينا. والمصحف يا باشا، ما خبيت عليكم حاجه يا باشا وحياة المصحف. بتضللينا يا بت، بتدينا معلومات غلط. انا قلت كل اللي سمعته وعملت كل اللي طلبتوه مني، اكتر من كده ما عنديش الصراحه يعني. امال انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ خفت يا باشا، الفور بيلعب في عبي. انا اول ما عرفت اخلع خدت ديني في اسناني وجيت جري. ما تقول لي يا اسر بيه. طب انت اهدي كده وقولي. اصل كلام المعلم النوح الصبح خوفني. قال لك ايه؟ قعد يقول كده كلام ما فهمتوش ويضحك بصوت عالي ويلمح ويلقع. خفت. عملت حسابه طلع صح. معقوله يا باشا؟ معقوله النوح يلعبها كده؟ هي ما تتلعبش غير كده، ده قانون يا علي. لا مؤاخذه يعني يا باشا، انتوا بتقولوا ايه يعني؟ اصل انا مش فاهمه يعني، رسوني على بر. النوح رمى المعلومه لسوريا عشان توصل لنا، وفي نفس الوقت رمى المعلومه الخميس علشان يأمن نفسه. البيه عاوز يكسب كل الاطراف. ابن يعني ايه يا باشا؟ هو دلوقتي عارف ان انا شغاله معاكم؟ كل دي احتمالات يا سوريا، مش اكيد. وانا هستنى اما تبقى اكيد وتطير فيها رقبتي؟ لا يا باشا، احنا ما اتفقناش على كده. انا ملزومه منكم ولازم تحموني. الناس دي ما بترحمش، اقل حاجه عندها القتل. يا خسارتك يا سوريا، ادي اخرك لما تصدقي الحكومه. حسبي الله ونعم الوكيل في الحكومه. حرام عليكم والله، يا خسارتك. يا بنت بطلي ندب، بطلي ندب بدل ما ارميكي في الحجز. يا باشا حرام عليك، بقول لك انا خايفه. انت هتستنى ايه اكتر من كده يا باشا؟ حرام عليك، انت بتعاملني كده ليه؟ ما تقول له يا باشا يكلمني بالراحه. اقول له ايه؟ اقول له ايه بس يا سوريا؟ اهدي كده واقعدي كده وكملي كلامك بهدوء. ربنا يخليك يا باشا، والله يا باشا انت اللي بتعرف تجيبني يعني الصراحه حضرتك بتكلمني حلو قوي. يا ريت تعلموا حاجه والنبي يا باشا. تعرف يا باشا انا ما بفهمش الا بالهدوء، والله العظيم انا اديك عينيا. انا بقول لك يعني ان رقبتي هتطير، والله العظيم هو ما حاسس بيا. انا خايفه يا باشا. بس بدل ما اخدك من ايدك ارميكي عند النوح بايدي. يا اخويا انت بتعاملني كده ليه؟ وانا كنت متجوزه ابوك ولا كنت هتجوز ابوك؟ بنت يا سوريا، يعني لو قتلتك دلوقتي وسويتك الحكومة هتنفعك بإيه؟